بسم الله الرحمن الرحيم. معكم منى. هنتكلم النهاردة عن الانقلاب وذكرى 30 يونيو ويوم 3/7/2013. عايزين تعرفوا الحكاية؟ خليكم معايا. الأول نتكلم عن الفرق بين الانقلاب والثورة. الثورة دي هي تحرك شعبي عشان نغير نظام الحكم بإرادة الشعب. أما الانقلاب ده تحرك عسكري عشان يغيروا نظام الحكم بدون إرادة الشعب. فالانقلاب هنا بدون إرادة الشعب. أما اللي حصل في 30/6 إن كل المصريين نزلت في كل الميادين في كل المحافظات، حوالي 33 مليون مصري أو أكتر. علشان نزلوا ليه؟ عشان ترحيل محمد مرسي ونظام الإخواني. هذه الثورة أكبر ثورة في التاريخ، إنه العدد ده كله يبقى في الشوارع. ده كان ثورة كبيرة قوي. في يوم 3/7/2013 تم ترحيل محمد مرسي بمخاطرة كبيرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يحافظ على البلد ويحافظ على أمن البلد. جه بعد كده رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور بقى رئيس الجمهورية، عشان ده جه بعد ترحيل محمد مرسي، عشان بعد كده يبقى فيه انتخابات رئاسية. السيد الرئيس السيسي ما كانش عايز يرشح نفسه، ما كانش عايز يبقى رئيس جمهورية، ولكن ده طلب من المصريين. قالوا له رشح نفسك تبقى رئيس، وفعلا استجاب الطلب وفعلا بقى رئيس الجمهورية. احنا ليه عملنا ثورة على الإخوان؟ لأن الناس كانت بتعاني من الإخوان، من حكم الإخوان. كانوا بيعملوا أخطاء كبيرة. هما السبب في مشكلة سد النهضة، وهما اللي قسموا مجتمع. ده إخواني، ده لأ، ده سني، ده صوفي، ده مسيحي. فعملوا تقسيم مجتمع. كان هيبقى فيه فتنة في المجتمع، كان هيبقى فيه خراب. وعملوا أخوانا في مؤسسات الدولة، وأفرجوا عن سجناء جهاديين إرهابيين، أفرجوا عنهم. وكان في أزمة وقتها أيام حكم الإخوان، كان في أزمة كبيرة في أنابيب البوتاجاز وفي البنزين والسولار، ما كانش موجود. وكانت الكهرباء بتقطع في اليوم بالساعات، 5 ساعات و7 ساعات. وهما كمان الإخوان تعاونوا مع حماس وحزب الله وفي اقتحام السجون بتاع وادي النطرون. وعملوا كمان أيام حكمهم عملوا ميليشيات عسكرية، كان ذراع عسكري آخر بجانب الجيش المصري. كان هيبقى زي فاجنر في روسيا والدعم السريع في السودان. كان هيبقى في خراب في مصر. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل حاجات كويسة. عمل مشروع حياة كريمة في القرى عشان الناس اللي هم عايشين في العشوائيات، وفر لهم مسكن كويس، وفر لهم كهرباء، وفر لهم مية، وفر لهم مدارس، وفر لهم بيوت كويسة، وفر لهم طرق كويسة. وعمل كمان هزم أكبر تنظيم إرهابي اللي هم أخوان. وكمان عمل عالج المصريين من فيروس سي وقضى عليه. وعمل شبكة طرق وقطارات جديدة. هتقولوا في أزمة اقتصادية دلوقتي؟ هقول ماشي، في أزمة اقتصادية عشان المشاريع اللي عملها، وبسبب كمان كورونا، وبسبب الحرب روسيا. كل دي اتأثرت، فالعالم كله في أزمة اقتصادية، مش احنا بس، ولكنها تتحل قريب. ما كانش فيه، يعني احنا دلوقتي ما فيش سلعة مش موجودة، كل السلعة موجودة. فأنا بقول إن شاء الله الأيام اللي جاية هتبقى كويسة. وخلصت الحلقة بتاعت النهاردة. تبقوا تتابعوني في حلقات تانية.